السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اتكلمنا عن أنواع السكر، وآخر مرة قلنا أول نوع من أنواع السكر. تعال ناخد النهاردة نوع تاني وهو اسمه سكر نوع تاني. وده 90% من اللي عندهم سكر بيكونوا عندهم سكر نوع تاني. تشخيصه بيكون امتى؟ احنا قلنا نوع أول بيكون من 5 سنين ل 15 سنة. النوع التاني اللي احنا بنتكلم عليه النهارده من سن 40 فيما فوق. هو للاسف بقى دلوقتي ممكن تلاقي حد في الثلاثينات وعنده سكر نوع تاني، لكن انا بتكلم على الشائع اكتر من 40 فيما فوق. مشكله النوع التاني ايه؟ النوع التاني مش مرض مناعي زي النوع الاول، لا. النوع التاني حد مبوظ اكله، مش واخد باله من طريقه اكله، هو بياكل ازاي، فبيبدا ان هو يجيله حاجه زي مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين ما اتعالجتش، بتتطور ان هو يدخل يبقى ايه، مرض مزمن اللي هو سكر نوع تاني. طيب اللي مش عارف مقاومه الانسولين يعني ايه او بتحصل ازاي وممكن نعالجها ازاي، هحط لك الفيديو تحت ممكن تدخل تتفرج عليه. فالسكر نوع تاني قلنا 90% من اللي عندهم سكر بيكونوا سكر نوع تاني. مشكلتهم ان هو عنده الخليه بتاعه البنكرياس اللي هي البيتا سيل المسؤوله عن انتاج الانسولين، بتطلع انسولين، ما عنديش مشكله، لكن حساسيه الجسم بالانسولين هي دي اللي بتكون اقل. ما تعالجش هيدخل في ايه، سكر نوع تاني، ويفضل يبقى مرض مزمن، يبقى خلاص بيتعالج منه طول الوقت. اهم حاجه لازم نعرفها عن السكر النوع التاني ان هو ده اللي ممكن يتورث، مش النوع الاول. عشان في ناس متخيله ان النوع الاول عشان هو مرض مناعي فهو ده اللي ممكن يتورث، لا. النوع ده اللي هو النوع التاني ده اللي ممكن يتورث، لكن مش شرط عشان انا والدي مثلا او والدتي عندها سكر يبقى انا لازم يجيلي سكر خالص. لا، انت لو محافظ على اكلك وفاهم انت بتاكل ايه وبتاكل ازاي مش هيجيلك الايه، السكر. ده النوع التاني. سريعا كده تعالوا برضو نتكلم عن النوع الثالث من انواع السكر اللي هو اسمه سكر الحمل. سكر الحمل بيحصل ما بين 3 ل 10% من الحوامل. بيجي امتى؟ يعني امتى لما واحده حامل يجي لها سكر اقول ده اسمه سكر حمل؟ بيجي في اخر 3 شهور. انا الحمل عندي بقسمه ل3 مراحل، اول 3 شهور وتاني 3 شهور واخر 3 شهور. لو جه في اخر 3 شهور ده اسمه سكر حمل. إيه اللي يخلي واحده يجي لها سكر حمل؟ عندي اسباب كتيره. ممكن مثلا تكون هي دخلت الحمل وهي عندها سمنه، دخلت الحمل وهي عندها مقاومه انسولين وما تعرفش. نفس القصه تكيسات المبايض. في بقى عندي الثلاثه دول كمان مرتبطين ببعض. يعني لو واحده عندها سمنه وعندها مقاومه انسولين هيبقى عندها تكيسات مبايض. لو عندها تكيسات مبايض وعندها سمنه هيجي لها مقاومه انسولين. هما الثلاثه مرتبطين وبيوصلوا لبعض. جميل قوي. ايه تاني ممكن يدخل واحده في سكر الحمل؟ ان هي مثلا تكون دخلت الحمل فوق سن ال 35، ده ممكن يدخلها لسكر الحمل. ممكن كمان ان يكون مثلا والدتها او اختها او في يعني فاميلي هيستوري حد جاله سكر حمل. بس برضو زي ما قلنا ده مش شرط، يعني لو هي ما عندهاش اي سبب من الاسباب الاولانيه اللي قلنا عليها دي مش شرط يجي لها سكر الحمل. علاجه بيكون الوحيد اللي هو انسولين. ليه؟ عشان ده بيكون مضمون ان هو ما يأثرش سلبا على الجنين. هل سكر الحمل ده بعد الولاده ايه اللي بيحصل فيه؟ لو هو سكر حمل يعني هو كان جه في اخر 3 شهور وتشخص او تصنف ان هو سكر حمل، في خلال 8 اسابيع بعد الولاده هو بيروح. بس بتفضل عندها يعني مخاطره كده ان هو ممكن يرجع تاني، بس هيرجع تاني كايه؟ هيرجع تاني كسكر نوع تاني اللي احنا لسه متكلمين عليه. ليه يرجع تاني؟ عشان الاسباب اللي دخلتها في سكر الحمل هي بعد الولاده ما غيرتهاش. عندها مقاومه انسولين وفضل عندها مقاومه انسولين، عندها سمنه وفضل عندها سمنه. ده النوع التاني من انواع السكر. كده فاضل لنا اخر نوع من انواع السكر اللي هنتكلم عليه اللي هو اسمه سكر ثانوي. ايه السكر الثانوي ده بقى؟ السكر الثانوي ده هو حد بيكون عنده مرض معين، المرض ده بيوصله ان هو يجيله سكر. واحده واحده كده بس نفهم يعني ايه. انا عندي مجموعه كده من الهرمونات مسؤوليتها او من ضمن شغلها ان هي تعلي سكر الدم. مثلا حد دلوقتي صايم، فانت بتبقى نايم مثلا 7-8 ساعات، بعدين بتقوم بتبدا تبذل مجهود، تصحى بتنزل سلم، بتروح شغلك، بتبدا تشتغل تعمل مجهود، فانت محتاج ايه؟ محتاج طاقه. طب انت مش واكل، يقوم الجسم يعمل ايه؟ يفرز هرمون الجلوكاجون.
الهرمون ده بيعمل ايه؟ يروح للكبد يقول له انا عاوز انرجي، عاوز طاقه، عشان مفيش اكل، مفيش طاقه جايه من بره. فيقوم الكبد يكسر من الجلايكوجين، يعني عمليه كده بتتم ان الكبد بيقدر من خلالها يعلي سكر الدم. عندي ايه غير الجلوكاجون؟ عندي الجي اتش اللي هو هرمون النمو اللي هو الجروث هرمون، وعندي برضو هرمون الكورتيزول. دول من الهرمونات اللي من ضمن شغلهم ان هم يعلوا سكر الدم. طيب لو حد بقى عنده تيومر او عنده ورم بيخلي الجسم يفرز الهرمونات دي في وقت انت مش محتاجها، هتعمل ايه؟ هتعلي سكر الدم. مع الوقت هيجي سكر من النوع التاني. ده كان اخر نوع من انواع السكر اللي هنتكلم عليها. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هكلمكم عن تغذية السكر، وقبلها هنقول ايه التحاليل اللي المفروض تتعمل عشان اعرف ان انا عندي سكر. اشوفكم على خير ان شاء الله، ويا رب تكونوا استفدتوا.